اجلس معايا، ها فوق فوق. حاسس بايه؟ لو انت ام صالحه وعندك اولاد تحت 10 سنين ورافضه تماما ان هم يشربوا الشاي والقهوه، برافو عليكي. لكن عاوزه اسالك سؤال، هل انت كمان منع عنهم الصودا؟ هل انت كمان منع عنهم مشروبات الطاقه؟ هل انت تعلمي ان مشروبات الطاقه وكمان كل المشروبات اللي فيها صودا اللي موجوده في كنزات كتيره جدا في كل البيوت هي عباره عن كافيين وسكر، وهي دي السبب الرئيسي لكل مشاكل القلب اللي بتحصل عند الاطفال. هي كمان سبب رئيسي لكل الاطفال اللي عندها فقد للشهيه طول الوقت، مشاكل في المعده، كمان للاسف بتاثر جدا على معدل الادراك والوعي عندهم، وكمان بتزود عندهم الهايبر اكتيفيتي، ويكون الطفل طول الوقت بيتنطط في البيت وانت مش عارفه ليه، لانه واخد كميه كافيين عاليه جدا، لان طول الوقت في كنزات في البيت احنا مش عارفين مصدرها ايه. امبارح جالي طفل 12 سنه، مقاومه انسولين، دهون على الكبد، كوليسترول عالي. كل الاطفال ممنوع استخدامهم لاي مشروبات طاقه ايا كان اسم مشروب الطاقه ده. الاطفال دلوقتي بتعاني من مشاكل كبيره جدا في القلب بسبب مشروبات الطاقه دي. بالك الحاجات دي لازم تمنعيها من بيتك تماما عشان مصلحه اولادك، مش نخبيها منهم وناخدها لوحدنا. اولادنا بيعملوا اللي احنا بنعمله، مش اللي احنا نفسنا ان هم يعملوه. خلي بالك.